أستاذ حسن، كون واقعي يا أخي، بلاش تجني على اللاجئين على أساس مصر كانت المدينة الفاضلة. ما أنتم غازين جميع دول العالم. طيب، بص يا أستاذ عباس، ولا اسمك إيه؟ عبد مش عارف إيه، ماشي. إحنا هنا ما بنحجرش على رأي بعض، وأنا هتقبل الكلام اللي أنت قلته، إنك بتقول أستاذ حسن خليك واقعي، إحنا كمصريين غزينا كل دول العالم. أنا موافق معاك، تمام. اسمح لي بقى ادخن سيجاره، محدش يكح على الشات، ها؟ مفيش دخان جاي لكم. اه والله يا استاذ امل، بيقول لك ما نتعاملش مع مصريين، ده السودان اللي لسه واصل، تخيل السوري بقى. فموضوع المقاطعه ما بقاش جايب همه. استاذ عبد السميع عبد السلام، ما اعرفش اسمك ايه بالظبط. فانا هتوافق معاك في رايك ان احنا كتير جدا في الخليج. احنا اللي بنينا الخليج، احنا اللي بندور شركات مطاعم الخليج، احنا المحامين في الخليج والقضاه في الخليج، وفي اوروبا وفي كندا وامريكا. معانا باسبورتات، معانا اوراق ثبوتيه. بندفع الفيزا بتاعتك هناك في الخليج $2000، وفي اوروبا بدفع ضريبه، تلت مرتبي بيروح ضريبه، وفي الخليج نفس الشيء بدفع ضريبه، وفي مصر كمان بدفع ضريبه. وعندي بلد ارجع لها، وعندي اهل ارجع لهم، وعندي جيش يحمي بلدي. وانا مطلوب كمصري بره ان انا اطلع اشتغل بعقد، انا ما بتحركش من مصر من غير عقد. الا ولا قلت ده في البثوث كلها، كل بلد وليها ايه. مفيش بلد 100% زي الفل. فكل بلد وليها ايه، المتدنيين بتوعهم. مش عايز اقول لفظ مش تمام. تعال بقى نتكلم عن اللاجئين يا استاذ، نفس الاستاذ عبد. يا ريت تكتب لي بس كومنت كده اسمك ايه علشان اعرف، اصل كلمة عبد دي تقيلة قوي على لساني يعني. عبد سين واحد، يعني قول لي اسمك ايه عشان اعرف اتكلم معاك. انما اللاجئ زي ما قلت في البثوث التانية، هو غدر بصاحبه، بجاره، هجر ارضه. عبد السلام، استاذ عبد السلام، هجر ارضه، ما دافعش عن ارضه. الازرق خد ارضه بدون طلقه، وهو اللي كان بيقول على القدس رايحين بالملايين. وسلم التركي ارضه، وسلم ده ارضه، وسلم ده ارضه، وباع ارضه وبيته، وجاي يلزق عندنا بقى. هو انا بقى يا استاذ عبد السلام، الشهيد بتاعي دمه ببلاش؟ اغلى من دمك، ارخص من دمك، سوري، اللي انت ما دفعتش عن ارضك وجيت تقعد عندي في بلدي؟ هو انت عيالك اغلى من عيال الشهيد اللي فقدوا ابوهم سندهم؟ ده انت يا راجل، البت عندكم في السودان، لو انت من السودان، عندها 12 سنة بتتخطف قدام الناس كلها على الموتوسيكل، ومحدش بيتحرك يرمي طوبة يعني. في سوريا لغاية النهاردة اليهودي بقى هو اللي بقى يخش يفتح الباب وياخد مراتك من جنبك. ما اتكلمناش بقى على لبنان ايه اللي بيحصل فيها، ولا فلسطين ايه اللي بيحصل فيها، ولا ايه ولا ايه. اوعى تساوي المصري بالناس دي، اوعى تساوي المصري باللاجئ وتقول احنا كتير بره. اه احنا كتير بره، بس احنا موظفين، عندنا بلد بنديها عملة صعبة، بندفع ضرائب، عندنا أهلنا في بلدنا بنرجع لهم، وبيوت في بلدنا بنرجع لها، وعندنا جيش وشرطة واقتصاد، وعندي شهداء بالآلاف
راحوا عشان الارض دي اللي انت جاي تعيش عليها وتشاركني انا وعيال الشهيد فيها. ده اول كلامي بسبب رفضي لانكم تتواجدوا هنا. وبعدين يجي اي حاجه اقتصاديه تانية بقى، عشان انا دمي مش ارخص من دمك يا اللي ما عندكش دم من اساسه. يا اللي ما عندكش دم من اساسه. ما هو انت لو كان عندك دم بكل الشتايم اللي على الفيسبوك دي بدون اي فيديوهات، انت ازاي قابل تقعد هنا؟ ازاي؟ اللهم احمي مصر وجيشها.